السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ معكم أحمد أمين. والنهاردة هنتكلم عن تاجة مهمة جدا جدا، وهي التيبل تاج. التيبل تاج بكل اختصار بتستخدم لإنشاء تيبل عندنا في الصفحة بتاعة الويب بيج. الويب بيج بتاعتنا بتحتوي على كونتنت كتير قوي قوي قوي، ممكن فيديوز، ممكن صور، ممكن صوت، ممكن مقالات، ممكن حاجات كتير جدا، ومن ضمن الداتا اللي بتكون جواها بتبقى التيبلز. التيبلز اللي هو للي مش عارف اللي هي الجداول. احنا عندنا لما بنعمل اي حاجة من الاكشنز الموجودة جوه الاكسل، وهو ده اشهر حاجة ممكن نتكلم عنها يعني. فالاكسل احنا ممكن ننشئ تيبل جواه، وبيكون مثلا كل عمود خاص بحاجة معينة. هنا مثلا ده خاص بالكورسز، هنا ده خاص بالاقسام، هنا ده خاص بالاي دي، هنا ده خاص بالاسم نفسه بتاع الشخص. وعندنا الحاجة اسمها الرو ده اللي هو خاص بكل شخص، او المعلومات بتاعت كل شخص في التيبل بتاعنا او في الجدول بتاعنا. طيب، يبقى الرو هو ده، الكولوم او العمود هو ده، وعندنا الخلية اللي هي اي واحدة من دول، او ملونها بالاصفر دي. يبقى احنا عندنا التيبل ازاي ننشئه جوه ال HTML بتاعتنا ونكتب فيه داتا معينة. هنقول دلوقتي ازاي. احنا عندنا دلوقتي التاجة بتاعت التيبل دي بكل بساطة هي بتتكتب بالشكل ده، وبيكون ليها القفلة بتاعتها بالشكل ده. خلينا بس نقفل دي. طيب، احنا عايزين نشرح حاجتين بساط جدا جوه كل تيبل. جوه كل تيبل، التيبل زي ما احنا قلنا بيتكون من صف وعمود. خلاص، فاحنا عايزين ننشئ صف. الصف من خلال تي ار دي اختصار لايه او ايكويفالنت لايه؟ لتيبل رو. خلاص، يعني التي ار دي هي انت كده بتعمل نيو رو. طيب، احنا عندنا علشان نكتب جواها سيل او جواها خلية ما او داتا معينة بقى، في حاجة اسمها تي دي. تي دي اللي هي بتعوض وجود السيل. يعني انا لو عملت كذا تي دي كده انا بحط كذا سيل. خلاص، تمام. طيب، احنا عايزين نكتب مثلا داتا دامي مثلا، وليكن انا هكتب داتا اهو، وهكررها كذا مرة، او بلاش اكررها كذا مرة، ممكن يعني اكرر اي كلام وخلاص علشان بس الموضوع يكون واضح شوية. احمد، آه، عمر، ونروح نبص عليه. طيب، داتا احمد عمر، مين دول وشكلهم عامل ازاي كده؟ هنشوف دلوقتي كل حاجة. طب احنا عايزين نميز ده بشكل اللي هو بتاع كأنه فعلا فعلا داتا، او كأنه فعلا فعلا تيبل. عايزين يكون ليه عمود، ويكون ليه صف، ويكون الأعمدة كلها بقى بشكل كده يعني غير باقي الخلايا، ويكون الشكل مرتب أكتر والكلام ده كله. نعمله ازاي؟ نعمله من خلال التاجز التانيين اللي هي ايه؟ عندنا حاجة اسمها تي اتش. خلاص، ثانية. عندنا حاجة اسمها تي اتش، دي التيبل هيد. عندنا حاجة اسمها تي بودي، وعندنا حاجة اسمها ايه؟ تي فوتر. التي اتش ده التيبل هيد. التيبل هيد ده دي تاجة احنا بنكتبها علشان نميز الهيدنج بتاع كل عمود. يعني لو انا عايزين ننشئ تيبل هيد لكل عمود، فاحنا هنعمل تي ار اللي هو صف جديد، ونقول جواه تي اتش. التي اتش بتاعتنا دي وليكن مثلا نيم، الاسم. خلاص، وعايزين نكرر واحدة كمان تحتها ونقول ان انت هتكون خاص بالقسم، ديبارتمنت. خلاص، وعايزين نعمل واحدة كمان خاصة بالاي ديز. خلاص، ونقول ان هي معلش ان هي خاصة بالاي ديز. تمام، ونسيف. تعال نبص عليها بصة. ظبطت. طيب، ليه ده موجود؟ علشان طبعا التابل اللي فوق. خلينا نمسحه. خلينا نمسح الكلام ده، او نمسح دول بس عشان يبقى الكومنتس موجودة طول الفيديو، فانتوا تشوفوا ايه معنى الكلام ده. طيب، دول كده احنا قلنا ان هي دي الهيدنجز، هو ده الشكل بتاع ال الهيد او بتاع العمود بتاع كل واحد. طب احنا عايزين نكتب بقى خلاص محتويات يعني. خلاص، يبقى نخش للتيبل بودي، جسم التيبل نفسه، واللي هو السيلز العادية جدا، الشكل العادي بتاع السيلز اللي هي مش مميزة، مش زي التيبل هيد. تمام، هنكتب جواها تي ار لكل قيمة ما، او لكل صف لازم ننشئ تي ار. وزي ما قلنا تي دي لكل خلية احنا عايزين نحطها، وليكن مثلا اول اسم اسمه احمد. خلاص، والقسم بتاعه هيكون اي اس.
وعندنا الاي دي بتاعه. تمام، ونروح نعمل سيف. تعال نبص عليه اهو. شخص جديد، هنكرر الموضوع ده، هنكرر التي ار دي بالذات جوه برضو التي بودي. بس عايزين المرة دي مثلا والله الشخص ده اسمه عماد. خلاص، لا هو بقى مش في اي اس، هو في اي اي. نزل اهو والدنيا جميلة وكل حاجة تمام. طيب، عايزين نشوف بقى ايه فايدة التي فوت. التي فوت دي اللي هي اختصار للتي فوتر. هو المفروض التي فوتر دي بيبقى اخر صف في كل تيبل احنا ممكن ننشئه. والموضوع ده بيبقى تنظيمي، يعني احنا بنستخدم ليه اصلا التي بودي، وبنستخدم ليه التي فوتر، وبنستخدم ليه التي اتش، مع ان كل ده ممكن نعمله بالسي اس اس عادي. يعني شايفين انتوا البولدد، الشكل البولدد اللي احنا عملناه للتي اتش ده، ممكن نعمله بالسي اس اس. وممكن نعمل التقسيمه دي بالسي اس اس وكل حاجه بالسي اس اس. بس احنا كنا اتكلمنا قبل كده ان الاس اي او لازم نراعيه. طب من ضمن المراعاه بتاعته ان احنا نستخدم كل تاج في محلها، وكل تاج في المكان بتاعها المظبوط، علشان لما البراوزر يجي يقرا يشوف ان ده تيبل وجواه تي اتش، فهو هيعرف ان ده رأس التيبل، وبعدين تي بودي فهيعرف ان ده جسم التيبل. بس اصل هو يعني هو مش شاطر قوي او مش شاطر كفايه ان احنا ما نكتبش التاجز دي ونعملها بالسي اس اس وفي الاخر نقول ما احنا عايزينه يعرفها. لا مش هيعرفها طبعا. تمام. فهي دي فايده الايه، الاستخدام بتاع التي بودي والتي فوت والتي اتش والحاجات والتقسيمات دي كلها. بكل بساطه هنعمل تي ار اللي هو الصف الوحيد اللي هيكون تحت، اللي هو اخر رو، وبعدين جواه نعمل تي دي. تي دي بنفس عدد التي ديز اللي موجودة في كل صف. يعني احنا مثلا في كل صف عاملين 3، التي اتش تي 3، والصف الواحد في كل مرة 3. فاحنا عايزين نعمل لكل واحدة 3 برضو. خلاص، ونقول الو ونشوف. طيب اهو، ده التي فوتر، اخر صف في كل ايه، في كل تيبل. ممكن نضيفه عادي على فكرة في التي بودي ونقول ان ده اخر اهو. ممكن نشيل ده خالص ونقول ان هو ده التي فوتر، احنا نقول ده، بس البراوزر مش عارف ده. فتاني، ده تقسيمة بتاعة التيبل. يبقى احنا عندنا تيبل له قفلة وله فتحة، او العكس يعني عشان انا شاورت العكس. وبعدين التيبل هيد اللي هو التي اتش. التي اتش دي بنكتبها جوه تي ار علشان ده صف جديد، فبنكتب التي اتش بتاعتنا وبنكتب جواها المحتوى اللي احنا عايزينه. بعد كده بنخش على جسم التيبل، بنكتب فيه عدد لا نهائي من الروز، او اللي هو خلينا نقول التي ارز، وجواها برضو عدد لا نهائي من التي ديز لو احنا عايزين يعني نعمل سيلز كتيرة. خلاص، وبعدين قفلة التي بودي بتقابلنا. اخر حاجة في التيبل بيكون التي فوتر، والمفروض ان احنا بنعمل له تي ار واحدة بس، وبيكون جواها تي ديز على نفس عدد التي ديز التانيين. التيبل هنا اهو، شايفين ليه يعني حواف او ليه بوردرز. البوردرز اللي هي ايه، خلينا نقول اللي هي الحاجات اللي بتبقى بره دي اللي هي المحددات بتاعته. بس ده بكل اختصار هو ده معنى ان البوردرز تكون ليها شكل معين كده ومحدد بيبين شكل الجدول. فاحنا عايزين نعمل ده في الويب سايت بتاعنا، نعمله ازاي؟ بكل بساطة، علشان بس ما تحسوش ان انا يعني عملت حاجة كبيرة، جبت التاج بتاعة التيبل ووديتها اتريبيوت اسمه بوردر، ورحت مديله قيمة 1. كل ما بنزود في القيمة ده كل ما الموضوع بيكبر. طبعا هيبقى شكله شنيع دلوقتي. تمام يعني. فده بس يعني ده فور ناو اللي هو لحد ما احنا بس موقفين. احنا دلوقتي في ال HTML لسه ما دخلناش في ال CSS، لسه ما عملناش اي حاجة. يعني هو ده بس ده علشان نحدد او نعمل شكل محدد. طيب احنا كان في عندنا حاجة ممكن نستخدمها علشان ندمج خلايا مع بعضها. وليكن مثلا احنا اخر صف ده انا عايز ادمج ال TDs دول الاتنين مع بعض، على اساس ان انا هقول والله ان في TD اسمها توتال. طيب شوفوا شكلها بقى عامل ازاي. خلاص تو سيلز بس. خلاص، انا عايزه يدمج لحد هنا كده، وبعدين الخلية بتاعت نم دي اللي هي هيكون مثلا فيها 1200 مثلا دولار. خلاص، عايز دي تيجي هنا كده، وكل ده يبقى فيه توتال. هنعملها ازاي؟ في اتريبيوت اسمه كول سبان. الكول سبان ده بيدمج الأعمدة مع بعضها.
احنا قلنا زي ما هو في دمج للكول سبان، في دمج للرو سبان. لو احنا عايزين ندمج خليتين ببعض بس اللي هو في صف يعني صفين، خلاص عايزين ندمج. يعني يا جماعة انا عايز افيجوالايز القصة، لو انا عايز ادمج الاتنين دول مع بعض مثلا واشيل البوردرز اللي ما بينهم، فده بيحصل عن طريق اتريبيوت تاني اسمه رو سبان. بس بكل بساطة يعني زي ما حصل هنا بشكل افقي هيحصل بشكل رأسي في الرو سبان، عن طريق اتريبيوت بيتكتب في التي دي. تمام، مكان ما انا محتاج يعني. ده بكل اختصار الموضوع بتاع التيبل اللي احنا كنا بنتكلم فيه النهارده. اتمنى يكون الفيديو بسيط وسلس ولذيذ. اتمنى اكون شرحته بشكل مبسط. اتمنى يا رب باذن الله يعني يكون الموضوع سلس وتقدروا ان انتوا تطبقوا عليه مره واتنين وتلاته، علشان الموضوع ده مهم جدا بصراحه وهنستخدمه، او هتستخدموه ان شاء الله في المشاريع اللي انتوا هتعملوها فيما بعد. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم.